في يوم جميل في المدرسة، كان علي وسرة قاعدين على الكراسي في الفصل، والكتاب مفتوح قدامهم. علي قال لسارة بحماس: إيه رأيك نساعد زمايلنا في ترتيب الفصل؟ سارة ابتسمت وقالت: فكرتي هي، تعاوننا يخلي الفصل يبقى أحلى وكلنا نبقى مبسوطين. ابتدوا يحركوا الكراسي ويرتبوا الكتب على الرفوف بحذر، وصوت ضحكهم ملأ المكان. علي قال: يا سارة، لما بنشتغل مع بعض كل حاجة تبقى سهلة وممتعة، صح؟ ردت سارة وهي بتهز رأسها بالإيجاب: أكيد، دايما التعاون سر النجاح، وكل اللي بنعمله بيبقى أفضل لما بنشتغل سوا. بعد شوي دخل المدرس وقال لهم: برافو يا ولاد، شغلكم الكبير ده أثره واضح. لما بتساعدوا بعض مش بس بترتيب الفصل، لكن الدنيا كلها بتبقى مرتاحة أكثر. علي وسارة بصوا لبعض وفرحوا باللي عملوه. سارة لفت لصاحبها علي وقالت: الواحد لو وحده ممكن يعمل شوي، لكن مع بعض نقدر نعمل كثير. وخرجوا من الفصل وهما مبتسمين وحاسسين بالفخر اللي داخلهم. النصيحة الصغيرة اللي بنقدمها لكم يا ولاد: اتعاونوا مع أهل البيت أو زمايلكم في المدرسة، لأن التعاون خلقنا نهزم أي صعوبة وننجح سوا. وطبعا لو كله ضحك ولعب، يبقى الحياة هتبقى لذة وكله هيعدي.